السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم كوكيز مالح. تبعوا معايا الطريقه كيفاش غادي نصايبو. نبداو بسم الله. المقادير: كنحتاجو كاس ديال الماء يكون دافي، 3 ديال الكيسان ديال الشوفان، معلقه صغيره ديال الملحه، شويه ديال الزعتر، زريعه الكتان، زريعه ديال القرعه، زريعه الكحله، جنجلان والبافو، معلقه كبيره ديال العسل، ربع كاس ديال الزيت البلديه، صافي هادشي اللي كنحتاجو. غادي ناخدو واحد الاناء غادي نديرو فيه 3 الكيسان ديال الشوفان، غادي نزيدو داك 4 كاس ديال الزيت البلديه وغادي نحركو مزيان. غادي نزيدو ديك المعلقه الصغيره ديال الملحه، وغادي نتبعو ليها هاد الشي كامل: الزعتر وزريعه الكتان. غادي نزيدو معلقه كبيره ديال العسل، صافي غادي نحركو مزيان. دابا غادي نخوي كاس ديال الماء يكون دافي، غادي نغطيوه بالسلوفان وغادي نخليوه واحد شويه. من بعد ما نشف واحد شويه كما كتشوفوا في الفيديو، دابا غادي نشكلو على شكل كوكيز. صافي غادي نحطوه في اللاطه فرشه بورق ديال الزبده.
غادي تقادوه بحال هكا، قادوا ليه الشكل ديالو مزيان صافي، وغادي تستمروا بنفس الطريقه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكوكيز المالح. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا شي لايك وشي كومونتير وتشتركوا في القناه ديالي، وبسلام عليكم.